مواطني الجلال والجمال. فداء غزة، أقسم بعزة الله إنه اليوم أول مرة أحس بأهل غزة. ضربوا وأنا قريب من الضرب، يعني بيني وبين الضربة أمتار قليلة جدا. أقسم بالله مأساة. والذي يقاهرني إنه بعض ناس يجي دقها هذاك الرجال العسر يصور بعد الضربة آثار الدخان حق الضرب، وهو بيغني أو بيفعل أي حاجة يسعى منه ولا في حسه من الضرب، إنه هذاك الذي ما بيفتجعش. هذا صاروخ، هذا قد غير الشخطة حقه، الصوت حقه هو بينزل لوحده يفجعك. فأقسم بالله لو يضرب جنبك إنك لا تشخ فوق نفسك، فما بيش داعي تدقها عسارة، ما بيش داعي تفعل نفسك الظريف هذاك. والضربة جت في قلب العاصمة وسط المدينة. دحين بيتخيل لكم إنه ضربوا شركة النفط. الآن قصدهم الناس بيتخيلوا إنه شركة النفط هذه في مكان خارج صنعاء، مكان ما فيش فيها كثافة سكانية. شركة النفط في قلب العاصمة وسط 60، يعني ما هي شركة النفط، محطة الناس والمواطنين كلهم بيجوا يعبوا منها. فتخيلوا الانفجار هذا كله والحريق به ناس كانوا داخل، الموظفين حق شركة النفط بالمئات، الناس المواطنين الذي بيعبوا بترول، الذي كانوا ماشيين في الشوارع، ناس تفحموا وحرقوا وماتوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يلعن أمريكا وإسرائيل. لكن أقسم بالله العظيم إن إحنا صامدين برغم كل شيء. الله معنا، وبإذن الله إن إحنا منتصرين، وإن إحنا مع أهل غزة قلبا وقالبا، ولن ننساكم. بنعاني مثل ما بتعانوا.